طيب انا هوريكم كده بسرعه المعرض كامل من اول ما تدخلوا لحد ما تخرجوا، عشان قرر قبل ما تنزل اذا كنت عايز تيجي ولا مش عايز تيجي. فخليكم معايا، ومش عارف اذا كان النت هيساعدني ولا لا، فخليكم معايا كده. المكتب انت بتخش تلاقي ده المنظر اهو. اول رو ده هتلاقوا فيه حاجات الفرنيتشر، هتلاقوا فيه فوري. لو انت بتشتري عربية اللي هي العربيات المتنقلة اللي بتعمل قهوة او اكل، وده فوري زيادة. هنا هيبقى لو في اي كونفرنس او في اي حاجة هتتعمل ليها علاقة بكافكس او مسابقة او كده، ما عدا مسابقة الباريستا. مسابقة الباريستا مكانها في حتة تانية. اوكي، مش عارف، حاسس ان هنا في الحته دي يعني doesn't belong للي انا اصلا جاي له، مش ده اللي احنا جايين له. بس خلوني اخدكم في المعرض حته حته، يعني نمشي المعرض كله. اسال سؤال عبد الرحمن، مفيش مشكله. هنا لو في زي ما قلت لكم ندوه او حاجه، وده كاشير. طب يلا نجري بسرعه. ماشي. الحاجة اللي ملفتة للنظر السنة دي ان في حتت كتير فاضية، وفي اماكن كتير مش مستغلة. فده ان دل على شيء فبيدل على ان الحالة الاقتصادية في الشلالات. الناس غالبا معهاش بضاعة تنزل تعرضها في المعرض، والمعرض فاضي. وما اظنش ان ده عشان اول يوم، لان اللي نصب الحاجات بتاعته نصبها خلاص من اول يوم. مش عارف، خلينا نكمل كده. بصوا، يعني انت كنت استحاله تخش كافكس في اي وقت من الاوقات وتلاقي المساحه الشاسعه الفسيعه الفاضيه دي. يعني كافكس ده احنا كنا بنخبط في بعض عشان نتمشى. بصوا الدنيا فاضيه ازاي. الدنيا في الاخر هنا بقى زمان كان بيبقى فيه اوكا، وكان بيبقى فيه كذا براند كده قاعدين واخدين الحته دي حصري، فاضيه خالص السنه دي. طيب، الفتح ده بيبيعوا ايه؟ ماشي. دول بيبيعوا حلل تقريبا. لا ماشي، عندهم مكان وعندهم حاجات. بص، من اول هنا بقى الحته بتاعت المسابقات بتاعت الاكل دي، لو انتوا فاكرين كان بتبقى اكبر برضو من كده بكتير، وكان بيبقى عليها زحمه. بس هنقول النهارده لسه اول يوم والناس لسه بتظبط. ده غير اصلا ان المعرض المفروض اوفيشالي هيبدا الساعه 12 ونص. فاحنا خلاص يعني احنا بدانا اهو، حاجه بسيطه. ماشي، ده كده ايه؟ ده كده المكان اللي فيه الكومبيتيشن بتاعت الاكل اهي. اوكي، هنا في اخر المعرض خالص، لما تخش على ايدك الشمال، في اخر رو على ايدك الشمال هتلاقي الباريستا كومبيتيشن. واللي بالمناسبه الجادجز فيها السنه دي نازل منهم ناس حبايبي جدا. يعني محمد صابر عرفه نازل تكنيكال جادج، تعالوا شجعوه. وابو فالح نازل برضو سنسوري جادج. فالناس دي لازم نجي لهم يا جماعه. وبصوا، لو انتوا عارفين منعم مكسر السوشيال ميديا اليومين دول، اللي هو بين ستوري، هتلاقوا منعم هو واقف برضو نازل من ضمن الناس. اوكي، هي المسابقه السبونسر بتاعها 7 فورتشنز ومينيون. وانا متوقع ان المسابقه السنه دي هتبقى حلوه، لان دي اول سنه احس ان هم جايبين جادجز ليهم علاقه بالقهوه اللي احنا بنشربها وبنحبها، مش مجرد ناس مشهوره وخلاص. فوجود صابر ووجود ابو فالح ووجود منعم، انا شايف ان دول بيدوا قوه جدا للموضوع. لما تتعمل المسابقه ان شاء الله هطلع لكم فيها لايف كامل واوريكم كل حاجه عنها. طيب، ده بيعمل بطاطس محمره. انا اصلا جعان وما فطرتش وهموت واكل اي حاجه، مش عارف اكل ايه من المكان ده. فنصيحه يا جماعه، اللي جاي يجيب معاه شوكولاتتين كده وازازه ميه، بدل ما تحسوا بالاحساس اللي انا حاسه. مع العلم ان انت هتلاقي اصلا في اماكن كتير جوه بقى تشتري منها، زي بينوس مثلا. بينوس من كتر تقريبا ما الدنيا فاضيه، فبينوس دخلوه السنه دي، عملوا له بوث بره وبوث جوه.
ففي بينوس جوه اصلا تخش تقعد لو انت عايز. هنا بقى ده بدأنا نخش اهو في سكة القهوة شوية. فتعالوا اوريكم بقى. ده مكان اسمه تويا ستوديو. ده تقريبا بيديزاين كوبايات وباللوجوز بتاعتها والبراطيش بتاعت القهوة والحاجات البلاستيك وكده. المكان ده انا مش عارف ده بيعمل ايه، بس غالبا ده بيعمل كبسولات اسبريسو. كبسولات اهي باينه، كبسولات. حتى الناس كلها اسبريسو خالص الناس اهي. رمسيس فريش ده بتاع عصاير. السنه اللي فاتت ضربت من عنده واحد مانجا ببلاش. هحاول بقى اقعد الف حواليه السنه دي لحد ما يديني واحد كيوي ببلاش. ماشي، احنا رجعنا لنفس المكان. بص متاهه انت في متاهه. طب يلا نكمل مع بعض. ادينا ماشيين. في واحد بتاع عصير تاني اهو. والخمره دي ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. الخمره دي ولا ايه؟ استنى. يا عم ده سيرب يا عم، ما تشتغلوناش. خليته الواحد ريقه جري. السلام عليكم. ايه الاخبار يا فندم؟ الحمد لله السلام عليكم. انتوا عارفين بقى الشهرة بقى. الراجل بتاع العميد. بصوا يا جماعه، ده احلى مكان ممكن تجوه. رو بلس. بصوا رو بلس نازل، والمكان تفوح منه رائحه القهوه. يعني لو انت هتشتري بقى اي حاجه صباح الفل. بصوا يا جماعه. لا احنا بنتكلم بقى ان هنا ليفل الكافيين عالي. استاذ احمد بدر صباح الفل. استاذ احمد بدر يلدز كوفي طبعا غني عن التعريف، واحسن واحد بيركب فريش. يعني انا اسف، اسمه يلدز. مش يلدز، اسمه يلدز يعني نجم. يا نجم يلدز. صباح يلدز كوفي. جينا بقى ليلدز كوفي بقى. ما اسمه يلدز يا جماعه. يلدز عشان الناس بتزعل هنا. انا برضو من حق اطلع في الموضوع انا كمان. انا ليه بطلع بنص راس انا بصوا، في هنا رو بلس، وفي لافر ميكس، وفي باريستا سبيس، وفولو، وبرويستا، وهاريو. وفي كل حاجه ممكن تشتريها تقريبا مبدئيا. اوكي اتفضل. ايه ده؟ مش تقولوا لي يا جماعه ان انا طالع بوشي كده؟ ده انا اتخضيت اقسم بالله العظيم. ايه المنظر اللي حصل ده؟ يلا هاريو. لامرزوكو برضو السنه دي نازل. لامرزوكا. اوكي. لامرزوكو واخد بوس السنه دي ما شاء الله كبيره قوي، وحاجه يعني حاجه محترمه جدا. يا درش مصطفى. بصوا يا جماعه، مصطفى هيكسب الكومبيتيشن. مصطفى هيكسب الباريستا كومبيتيشن. لو انتوا فاكرين مصطفى هو اللي كان كسب باريستا كومبيتيشن بتاعت مهرجان القهوه، وهيكسب السنه دي ان شاء الله. انا معاك. فين تاني؟ احنا فين؟ احنا لسه عند لامرزوكو. اوكي. لامرزوكو بقى جايه وجايبه مكان وحاجات اوكي. خلي بالكم احنا لحد دلوقتي لسه في مرحله التحضير. يعني لحد دلوقتي لسه في ناس كتير بتحضر، وفي ناس كتير من امبارح بالليل سهرانه. انا كنت هنا امبارح بالليل والناس كانت بتشيل وتحط الحاجات وبتركب، بس انا بصراحه ما كانش عندي اي طاقه ان انا اطلع لايف. بس قلت النهارده ايه اوريكم. ايفوليوشن تريدنج، مينا فود سيرفيس ديستريبيوترز. ماشي. بيعملوا شويه حاجات حلوه. السنه دي بقى مفيش ناس كتير كانوا موجودين السنه اللي فاتت. يعني السنه دي مفيش شركه اسكندريه مثلا، مفيش باريستا اي جي، مفيش انواع قهوه تركي كتير نازله غير العميد والفيومي. ابناء عبد المعبود كلهم السنه دي ما نزلوش تماما. كوانتا ما نزلتش، بس دريم نزلت. يعني
في ناس على حساب ناس نازله. نسكافيه موجود اهو، هنجيله دلوقتي. طيب ده العميد زي ما انتم شايفين. طبعا العميد بينزل في اي معرض في اي حته هو راشق والله اكبر، بيجي بالقهوه بتاعته بدنيته كلها وبالاشرز بتوعه وبالناس الجميله. فحتى تحس ان البوست بتاع العميد مختلف عن اي بوست تاني، تحس ان هو منور كده والناس متشيكه ومدين للموضوع حجمه. التيست بتاع الكوفي اللي بتشربه وانت عندهم هو نفس الكوفي اللي انت هتشربها في العادي، يعني ما بيعملكش تيست كده مثلا اي كلام، لا هو فاهم كويس ان ده كايند اوف ماركتنج ليه، فلازم يبقى اب تو ليفل ان هو حاجه حلوه يعني. والقادم بقوه بقى بني الفيومي. بصوا الفيومي ذكي جدا، اي ايفنت الفيومي بينزلوا اليومين دول. وبعدين مش بس الايفنتات الفيومي بينزلها، كمان بيختار الاماكن اللي ينزل فيها. يعني لو معرض زي مهرجان القهوه مثلا حاجه صغيره كده يبقى سبونسر، ولو معرض زي كافكس حاجه محترمه وكبيره ودوليه بقى وكده تلاقيه نازل مثلا منقي مكان في نص المعرض وقدام العميد. فده برضو بيدي قوه وشياكه بقى. بصوا حتى البوست بتاعهم شيك، الناس برضو شيك ولابسه كويس تعالوا جربوا القهوه بتاعتهم برضو هتنبسطوا جدا جدا جدا. بص الحته دي زي ما انتوا ايه الاخبار؟ انا حضرتك بني فيومي، اتفضل حبيبي. لا انا بصور. هاجي لكم اشرب كمان شويه، ماشي حبيبي. لا ناس جميله وفاهمه بصراحه. طيب يلا نشوف اللي بعده. درينكس اروما دول واضح ان هم بيبيعوا حاجات برضو ليها علاقه بالقهوه، بس عندهم حته جامده قوي. ثانيه واحده كده، شويه الفناجين اللي هناك دول مع شويه التولز دول خدوا قلبي كده وانا معدي. ثانيه واحده. ايوه بصوا الفناجين دي يا جماعه. الفناجين دي انا وانا ماشي هشتري لي 3-4 منهم، لان انا بعشق الحاجات دي. سوري. ماشي، ده اسمه سبيشاليتي تولز. اوكي، وعنده تولز تحت اهي، كيمكس وبي 60 ومطاحن مفيش كاليتا، لا ماشي اوكي. نخش على اللي بعده. هنا بقى في شويه حاجات ليها علاقه لو انت هتشتري تلاجات بقى، هتشتري حاجه ليها علاقه بالتبريد والكلام ده، لو انت يعني صاحب كافيه ان شاء الله ربنا يوعدكم جميعا كده تبقوا كلكم مليونيرات يعني. انا عايز اقول لكم المعرض لسه ما بدأش وانا تعبت من المشي، وغالبا هاخد بعضي وامشي، فهصور اللايف ده واشوف مكان اقعد فيه. ده ايه ده؟ ميديتريانو حلو. الايطالي بيخلي الكلام جميل، عارف انت، توتو سوتو كنترولو، حاجه كده تحس ان فيها مين ده الزعيم؟ مين الزعيم ده؟ بيبيع ايه؟ ده واحد جاي يبيع لوبيا وعدس وكده في كافكس. ماشي قشطه، مش فاهمه بس يعني قشطه، طالما هو شايف ان اللوبيا والعدس والحاجات دي احلى حاجه. يا جماعه هنا ان الاشرز البنات كلهم بيعملوا نفس التكنيك. لو انت بتصور فيديو او لايف لازم يعني مثلا بتقولكش ما تصورش او تقف تبتسم للكاميرا، هي بتلاقيك جاي، فقبل ما انت توصل لها بسيكه كده تقوم هي موديه وشها الناحيه الثانيه، فيبان لك البروفيل بالشعر كده، بس كده خلاص، يبقى هي كده ايه، طلعت في الفيديو وفي نفس الوقت ما طلعتش في الفيديو. بحب انا اللقطه دي قوي. ده اسمهم فرانس ايه، منسيون ريتيون في فرانس، بس هو يعني واضح ان الناس دي بتبيع حاجه حرام. يعني انا متهيألي دي حاجه حرام، المناظر دي مناظر حاجه حرام، بس هم عندهم فيديو هو بيتعرض. بصراحه انا ما اعرفش ايه البراند ده، بس هو بيعملوا حلويات وعندهم فاكهه وبيعملوا كوكتيل، بيشربوا سجاير. استغفر الله العظيم. طيب لبن المراعي، لو انت بتدور على صحتك، المراعي وبيتي والكلام ده نازلين بيعملوا شويه عصاير عنب، حاجه جميله. وعندهم لبن كامل الدسم، لبن خالي الدسم، لبن نص دسم، لبن من غير دسم خالص. اول ما بخرج من الحته الشمال دي واخش الحته اليمين بحس مره واحده ان انا ايه، في الغربه. بلاقي ناس حته فاضيه كده وناس قاعده مش عارف الناس دي بتعمل ايه.
بصوا هنا في كراسي بقى وفرنتشر ولو انت بقى داخل، والناس دي اول ما بتيجي تصور لو خدوا بالك ان هم انت بتصور يقول لك ممنوع التصوير، على اعتبار ان انت ممكن تاخد الديزاين ده وتروح تدقدقه في عند اي نجار وتعمله، قال يعني هيعرف يعمل لي كرسي زي ده. ماشي. ايه اسمهم ايه؟ اسمهم جديا؟ ايه جديا دي؟ اه طب تعالوا نرجع تاني مكان ما كنا يا جماعه، يلا بسرعه نمشي مكان ما كنا. انا المفروض على فكره اخد فلوس على المشي ده والله العظيم، يعني انا لو في ابلكيشن يحسب لي عدد الخطوات اللي بعملها في المعارض واخد عليها فلوس انا هبقى مليونير. واعمل لكم مسابقه. بقول لكم صحيح هنعمل مسابقه قريب جدا ان شاء الله مع كافيه ميلانو، وهنبداها من قبل رمضان. يعني كافيه ميلانو كلموني وقالوا لي عايزين نبدا المسابقات من قبل رمضان، وانا قلت لهم اوكي. يلا بصوا بقى، خش الرول اللي بعده. هنلاقي بقى ايه؟ هنلاقي الريحه بدات تحلو، وفي ناس بدات تاكل بيكري، وفي ناس عندهم حاجات بيكري وكده. احنا ممكن نخش ناخد اي بيكري من عندهم. ده بيبيع بيكري. المكان ده اسمه ايه؟ هو المكان ده ملوش اسم. ده شوبس. اوكي. وسمايلز بيكري. انتوا حاسين بحاجه؟ حاسين باللي انا حاسه؟ ان عدد براندات القهوه اللي موجود قليل جدا 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 عن كل سنه. مش بس عدد البراندات بتاعت القهوه، عدد البراندات في العموم قليل جدا عن كل سنه. ما اقدرش اقول الترافيك اقل، لان انا لسه في اول ساعه في المعرض، فاحنا لسه ما فيش ترافيك تقدر تحكم عليه. وبعدين الترافيك الحقيقي بيبقى يوم الجمعه بعد الصلاه، لما الناس بتصحى من النوم بقى وتبدا تعرف ان في كافيكس وتبدا تيجي والكلام ده كله. بس تل دين يعني انا شايف دول بارادايس بتوع الايس كريم نسله، ونسكافيه جنبهم. ده برضو واحد بيبيع، ده فرنة عيش، فرنة فرنجي بتبيع جاتوه. ماشي. اسمها ايه؟ ديانتز نسكافيه. اسمه صنعه قرف. هو النسكافيه جميل، محدش يقدر يقول حاجه عليه. 3 في 1 ولا 4 في 1 والحاجات المعفنه دي. جراسيا بيكري ايزي. جراسيا جراسيا ده بيبيع ايس كريم وتورت والحاجات دي. وبريفا طعم بيتكلم، يعني سلوجن بربع جنيه. بريفا طعم بيتكلم. نيجي بقى، انا كنت سايبهم للاخر بصراحه، بس يعني ما اقدرش ما اجيش وما اقدرش ما انبسطش هنا. فيلا سوماترا. استاذ هيثم طبعا الاونر. بصوا فيلا سوماترا. وهولا توكوس ده بيبيع اكل تقريبا، معهم واحده بيبيع اكل. انا رجلي وجعتني والله. دي فرنة فرنجي تانية اهي، بتبيع قرص وعليها موز. وده بيبيع، ده اصغر كرواسو انا شفته في حياتي. عاملين كرواسو قد عقلة الصباع تقريبا، عشان لو انت ما معكش فلوس تقدر تشتري كرواسو وما تحسش بانك اقل من الناس يعني. مين تاني نسيناه؟ مين تاني ما قلناش عليه؟ مشينا في كل مكان، رحنا وجينا. ده بن مردان. مين مردان ده؟ واحد بتاع قهوة. طيب خلينا نروح تاني لمسابقة الباريستا. مين في مسابقة الباريستا؟ مين؟ مفيش حد اصلا. هو كفايه يا جماعة، هو الناس روحت ولا ايه؟ منعم. اوكي. بتهيألي يعني اللفة دي كفاية. انا تقريبا خدتكم كده معايا في الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى عارف انها موجوده. بصوا بينوس ده اللي كنت بكلم. بصوا سلنترو مدين، يعني بينوس بره وسلنترو بصوا مدينه مساحه قد ايه جوه.
فده يا جماعه ان دل على شيء فبيدل على ان المعرض فاضي. بصوا سلينترو واخد حته قد ايه. سلينترو احنا ممكن نقسم كوره، ممكن 11 يبقى قدام 11 او زي ما انتم شايفين. بصوا انا ممكن ارجع لورا كمان. احنا ممكن اهو بصوا 11 ب 11 ونعمل دوره كوره كبيره جدا هنا. ها في حاجه تاني؟ بصوا المساحه، بصوا المساحه، بصوا احنا ممكن نعمل سباق خيل. انا عمري في حياتي ما جيت كافكس وشفت المنظر ده، سباق خيل في الحته الفاضيه دي. بصوا الروده قد ايه. الروده كان يتعمل فيه مثلا 20 بوث جنب بعض وكل بوث يتأجر. بصوا المساحه قد ايه. عجبني بقى ثبات مبدأ ناسو ستيل. ناسو ستيل بقى يا باشا المعرض مليان، المعرض مش مليان. هم بيقوموا لافحين شويه الرمالات الجامده على شويه الغلايات المتينه والتكنولوجيا الخاصه بالتسخين والتبريد والكنك. صباح الفل، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ مش عارف الشهرة عايزه مننا ايه والله العظيم. ده بيبيع ميداليات ناسو ستيل. هم ناسو ستيل، بس ما جابوش العجله المره دي. قال لك هي العجله الناس خلاص عرفتها، فهم عندهم حاجات تانية بقى. عندهم مكان امريكان كوفي وعندهم رمالات قهوه وعندهم حاجات كتير. اين البقيه؟ البقيه تاتي. الهلال والنجمه بس خلاص. احنا ممكن بس نمشي بقى ونقفل على كده. بصوا يا جماعه الهلال والنجمه الذهبيه نازله بتقلها. شرشوبه الرهيبه. في عندهم كلورو لو انت عايز تنظف الارضيات والحمامات. جرادل المسح. في مقشات باعلى تقنيه حديثه موجوده في العالم دلوقتي، تقنيه المايكرو بتاع. وده واحد بيبيع استنى، انا لقيت نفسي ثانيه. ايه ده؟ مفيش حاجه لسني العب؟ ما ينفعش العب هنا؟ خش اترمي في البتاع دي. الراجل بص بيتكلم في التليفون الله. بص لازم كوين ولا ايه؟ تقريبا لازم كوين، مش عارف. حلو قوي. بس عندهم البتاع اللي هي تضربها بايدك دي تقول لك سلام. والبطه الشقيه عندهم. البطه الشقيه اهم حاجه. البطه الشقيه انا ظهري وجعني. بصوا اوريكم حاجه عشان برضو ايه. بغض النظر بصوا الحتت الفاضيه دي. ده ايه ده؟ ايه بتعملوا ايه هنا؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ ايه دي؟ ده انا والله العظيم لو اعرف كده كنت جبت معايا عجله. ده في اماكن ممكن تمشي بيها في العجله هنا، ممكن يعمل مضمار عجل. تعالوا نشوفوا الناس دي بتبيع ايه. ده بيبيع الشنطه اللي بيتحط جواها البيتزا تفضل سخنه غالبا او حاجه كده. الامين. بص بيزنس جدا الناس هنا. ده شبه ايكيا اللي هو ازاي تعمل بيتك في ثلاجة سمك. لعبة مش ثلاجة سمك عادية. انا هجري شوية عشان تعبت. يلا نمشي بسرعة شوية. احنا فين؟ يوني فود، الطعام الموحد لكل الناس. بصوا من حته للتانيه كده هتلاقوا ناس بتبيع حاجات شويه ليها علاقه. يعني مثلا تلاقي واحد بيبيع منتجات وهتلاقي عنده حاجات ليها علاقه بالباريستا والقهوه والكلام ده. صباح الخير. دي مكنه شبه اوكا كده. شفتها كتير قوي المكنه دي. ناس كتير قوي نازله بيها شبه اوكا. المكان ده اسمه اتلانتس. وعندهم موكابوت اللي هي الستانلس والعاديه وفرنش بريس وشيكر ستانلس واكليريك وبيتشرز الاحجام كلها. المات والجرس. حلو قوي. والنوكينج بوكس. هو النوكينج بوكس ده بكام مثلا؟ وفي طبعا بقى حاجات تانية اطباق وحاجات وافل. عايزني اروح عند المسابقه؟ هروح عند المسابقه. حاضر حالا اروح عند المسابقه.
هروح عند المسابقة. اوكي لحد ما يشوفوا بكام. ده بيبيع فران. ده فران بقى ايه، بص اسمه ماسترو اوفنز. ده اللي هو تدخل جوه، عارف انت اللي هو 345. تمام. ده ب 345. ده انا اشتريت واحد من اسمه ايه ده، من سترونج كوفي، خشب حاجه الله اكبر، ايه، اوضتين بصاله بمنافعهم بدوره ميه ب 200 تقريبا و50 او ب 300 جنيه، حاجه الله اكبر يعني. ممكن تقعد تخبط فيها من هنا السنه الجايه. طيب حد بيقول لي نروح عند المسابقه، هيا بنا الى المسابقه. عشان نروح المسابقه، بس ثواني بس. تقريبا في هنا حد بيبيع شامبو ضد القشره، فناجين. هنا حد بيبيع فناجين شكلها حلو جدا. لو ثانيه واحده. دي برضو حاجات باريستا. بص انت يعني هتلاقي اماكن كتير قوي عندها الحاجات دي. التري بتاعت التقديم ونوكينج بوكس انضف شويه. رجعنا تاني عند بون الفيومي اهو. فهمتوا اللفه بقى، فهمتوا منفذه على بعضها. دي ميه. لا ماشي. عجبني السيت اب قوي هنا. السيت اب هنا حلو قوي، بغض النظر ان هم لسه بينظفوا وكده، بس السيت اب جميل. طبعا زي ما انتم شايفين الشهرة مقطعه بعضها لدرجه ان انا ماشي ما حدش سلم عليا بربع جنيه. انا اللي بروح اسلم على الناس. تقريبا ريتش الصفحه عندي وصل ل 13. احنا 13 واحد بما فيهم انا ومراتي. طبعا ده السبيشاليتي تي بتاع السنه اللي فاتت لو انتم فاكرين. سبيشاليتي تي. هاي ايه الاخبار؟ حاجه اجرب كمان شويه، بس انا بصور سبيشاليتي تي صح؟ وده الجاسمين صح ولا انا فاهم غلط؟ ده الجاسمين. اوكي. وده دي سوبر برضه، بس بنستخدمها عشان تدينا السويتنس لما بنعوز تي. عايزين شويه يبقى فيه سويت، فبنستخدم الروز. ده سوان ده سوان. اوكي شكرا. طبعا القهوه، فلتر كوفي. تقريبا ده احلى مكان انتم ممكن تيجوا تنبسطوا عنده لو جيتوا. فيلا سوماترا جنب بريفا وورا بن العبيد. يلا سلام.